بسم الله بسم الله بسم الله يا صمد. طبعا كله فرحان، كله مبسوط. الله اكبر الله اكبر. يعني انا بسجل لحضراتكم بعد صلاة الفجر كده، يبقى صباح الفل، صباح الورد، صباح الرزق الحلال بمشيئة الرحمن على اخواتي وعلى أمة لا إله إلا الله. ونبدأ حلقتنا النهاردة. الحلقة دي مهمة جدا عن اللي حصل مع التحكيم والحكام، ومين اللي كان معاهم ومين اللي كان مستضيفهم رايح جاي بيهم. الزمالك كان متداخل في كل حاجة، والتحكيم كان فاجر لأسباب معينة، وكل خبراء التحكيم فضحوا التحكيم، فضحوا اللي حصل وقالوا ان الاهلي مظلوم. بس الاول نبتدي حلقتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم انصر اخواننا وامدهم بمدد من عندك، وزلزل الارض من تحت اقدام اعدائك واعداء الدين، اللهم امين يا رب العالمين. اول حاجه هنتكلم على الشيبي والشحات. اللي حصل من الشيبي يا جماعه ان الشيبي هو اللي طلب ان هو ما ينزلش في بدايه المباراه. ليه؟ عشان ما يسلمش على لعيبه الاهلي. لسه واخد الموضوع على صدره، ولسه الغل والحقد وبتاع. ربنا سبحانه وتعالى اداله على وشه. يعني عدم تركيز الشيبي في المباراه دي نهائيا، يعني كل تركيزه في الضرب، مش عارف يعمل ايه، مش عارف يوقف طاهر. يعني النهارده كان بعيد عن تركيزه. وسبحان الله الشحات كان نجم النجوم. ليه؟ كان الشحات في دماغه ان هو هيراضيه. يعني في البدايه كده يروح مسلم عليه بايسه وبتاع مش عارف ايه وخلاص، والموضوع في المحاكم وان شاء الله خير، وان شاء الله الحكم بتاع السجن ده هينزل. لكن سبحانك يا رب، اللي كان في نيته خير ربنا اداله خير، واللي في نيته شر ربنا اداله شر. نيجي بقى لموضوع الحكم والفجور التحكيم اللي حصل. كل خبراء التحكيم يا جماعه، سمير عثمان وجهاد جريشه. سمير عثمان قال لك ضربه جزاء لمحمد عبد المنعم اللي هي الكره دي. جهاد جريشه قال لك نفس الموضوع، ان الكره دي ضربه جزاء. جهاد جريشه بقى زاد عليه ان ضربه جزاء لامام عاشور. قال لك دي ضربه جزاء الفخذ هو مفخد له، لا مؤاخذه في الكلمه، يعني حاطط فخذ رجليه كده عشان يوقفه. لكن سمير عثمان قال لك ضربه الجزاء بتاعه عبد المنعم. لكن كلهم اجمعوا على ان ضربه الجزاء بتاعه الشحات مش ضربه جزاء، لكن ليك ضربه جزاء او ضربتين جزاء. فاكرين الفيديو بتاع الصبح، لما بتاع امبارح الصبح، يعني لما قلت ربنا يكرمهم كده ويتظلموا في ضربه جزاء او هدف؟ سبحان الله، بس ما اتظلموش. يعني احنا لينا على الاقل ضربه جزاء، والمفروض طرد لاعب في كره الشحات. يعني بصوا الكره دي، يعني بصوا الحكم فين. انتوا تحسوا ان مفيش فار، تحسوا ان الحكم اعمى، ان الحكم ده جايبينه من عزبة الصفيح بتاعت اسبانيا، مع ان ما اعتقدش ان في اسبانيا يعني حتى صفيحة واحدة. لكن هو ولا ليه اي مستوى، ولا الفار كان موجود خالص نهائي بتاتا. يعني كلهم شككوا في الهدف الاول اذا كان اوفسايد او مش اوفسايد. يعني الصورة دي توضح ان الخط مش على رجل رامي. طب ازاي بقى؟ انت المفروض انك انت تجيبها على بداية رجل رامي عشان تحسب الاوفسايد. كلهم شككوا في الهدف ده. الهدف الثاني بتاعهم اجمعوا كلهم ان فخري لقاي المتسلل تداخل مع محمد الشناوي ونط قصاده، وهو اساسا كان اوفسايد، وده يعتبر تداخل. يعني الهدفين بتوعهم مشكوك فيهم. الكرة بتاعت الشيبي وطاهر محمد طاهر ما تتحسبش فاول. الكرة اللي هي رافع رجله عند وش الشحات ما تتحسبش حتى فاول. بيقول لك ده ممكن ترتقي لطرد، لكن ما اتحسبتش حتى فاول. ايه اللي حصل مع الحكم ده؟ اللي انا المفروض ان انا لو متاكد يعني هقول عليه متواطئ، لكن انا هقول ان هو ضعيف. اولا حكم ضعيف، والموضوع كله ان كله يطلع يقول لك ده الحكام المصريين عندنا احسن من الاجانب بكتير. يعني انت جايب لي واحد فاشل، واحد ساقط، واحد اساسا ما بيفهمش، واحد ممكن يكون متواطئ، وجاي تقول لي ان التحكيم المصري بخير؟ لا، التحكيم المصري مش بخير. ما جبتش ليه حكم محترم؟ هو انت اللي تجيب لي واحد فاشل لا اما يبقى التحكيم بتاعنا نضيف؟ طب ما جبتش ليه حكم كويس محترم؟ ليه؟ ها؟
اللي حصل بقى مع الحكم ده ان بيريرا اجتمع بيه، وده ممنوع. اولا رئيس لجنه التحكيم ممنوع ان هو يقابل الحكم اللي انت جايبه من بره، زائد ان محمد فاروق برضه اجتمع بيه وده ممنوع. زائد بقى مين اللي كان مرافق ليه؟ اللي كان مرافق ليه حسام الجوهري الزملكاوي، اللي كان في لجنه التحكيم وهو دلوقتي ولا في لجنه التحكيم ولا في العلاقات العامه. وبيقول لك ان المفروض ان اللي يبقى مرافق للحكم هو واحد من العلاقات العامه للاتحاد، والعلاقات العامه في اكتر من 20 واحد شغال في العلاقات العامه، لكن هم وكلوا المهمه لمين؟ لحسام الجوهري الزملكاوي. ده يوضح. انا قلت لكم في الفيديو اللي هو بعد المباراه، قلت لكم قابلوه، قلت لكم الحكم ده قابلوه وصلوا له، اصل ده حكم بيحكم في اكبر دوري من اكبر دوريات العالم، يعني بعد انجلترا يعتبر الاسبان تاني دوري، ده فيه اكبر فرقتين في العالم، برشلونه والريال. فالحكم ده بيحكم في الدوري ده، لا يمكن تكون الفضايح دي موجوده هناك ويسيبوه، لا دي فضايح متعمده. ضربه جزاء محمد عبد المنعم دي يعني انت رجل على الرجل، الاستادز على الاستادز، لو بره ال 18 دي مش فاول، يبقى جوه ال 18 ضربه جزاء. الدينجرس بلاي اللي هي بتاعت محمد الشحات اللي كان هياكل وشه دي، يا فاجر ما تحسبهاش فاول، ما تتحسبش اساسا فاول. لا وايه، وبيراميدز كان بيلعب والواد مرمي، يعني الشحات مرمي، اللي احنا عمالين نطلع الكوره بره عشان اي اصابه، الشحات مرمي لولا ان الحكم وقف المباراه عشان يشوف ايه الاصابه، لكن لو عليهم كانوا هيلعبوا. لكن لازم ندي زي ما ادينا للشحات حقه، وان الشحات كان نجم النجوم وربنا كرمه اكبر كرم، ويمكن دي من احسن مباريات الموسم ليه على مدار 2 أو 3 يعني، دي من احسن المباريات بصراحه. لكن قفشه يا جماعه، قفشه مش موضوع قضيه، ده راجل عايش عشان يهدف، ده مش بيهدف عشان يعيش، عايش عشان يجيب لك القضيه. قفشه اللي جه من بيراميدز في الوقت اللي كانت النجوم بتاعتك بتهرب عشان الفلوس، هو ساب الفلوس وجه الاهلي، بعكس النجوم اللي انت اكلتها وشربتها وكبرتها وعملت لها قيمه، سابتك عشان الفلوس. لا هو جه في الوقت اللي هم كانوا بيهربوا فيه من النادي الاهلي عشان الفلوس. قفشه اللي نازل 12 دقيقه جاب لك الجون القاضيه، خلص الموضوع. قفشه اللي رجله ميزان ذهب، ميزان الماظ، نفس الشوطه في نفس الزاويه في نفس الركن في نفس الجون في نفس الاتجاه اللي هو كان فيه الهدف برضو بتاع القاضيه. هو عاشق المكان اللي دخل فيه الهدف، حتى التوقيت بتاع الهدف هو نفس التوقيت، حتى اليوم بتاع الهدف هو نفس اليوم الجمعه. الراجل ده في بينه وبين الله عمار، الراجل ده امه وابوه راضيين عليه، الراجل ده بيتكلم بسجيه، ولذلك لما غلط قلنا هو ما يطلعش لان هو طيب. الاعلام ده عايز الصايع، عايز البني ادم الصايع الفهلاوي اللي بيلعب بالبيضه والحجر، يبقى مفتح كده للكلام اللي بيطلع. لكن ده غلبان، ده طيب، ده زي حالتنا، ده فلاح اللي في قلبه على لسانه، ما بيعرفش الكلام بيخبط في مين، هو بيقوله خلاص، والمفروض انك انت تاخد منه الكلام وترميه، لان هو ما يقصدش اي حاجه وحشه. اي حاجه تزعلك منه ارميها على جنب، قول لا هو ما يقصدهاش. ده قفشه. اما كريم فؤاد اللي قال لك حط مصطفى فتحي في جيبه، فعلا ده حطه في جيب السياله الصغير. يعني كريم امبارح ما كانش فيه اي شغل من على جبهته، الناحيه بتاعته دي مقفوله نهائي يا جماعه. انا قلت لكم ان الهدفين كلهم مشكوك فيهم، يعني الاثنين مشكوك فيهم، والاهداف بتاعتك كلها سليمه ما عدا ضربه الجزاء، قال لك مش ضربه جزاء، ماشي، بس انت ليك ضربه جزاء او ضربتين جزاء. الاوت اللي جه منه الكورنر اللي هم جابوا منه الهدف الثاني، الاوت كان في نص ملعبهم، اتلعب الاوت من نص ملعبنا، حكم نايم، حكم مسطول، رافع رايه في البلاله، ملوش دعوه، مش عارف الكره طلعت منين. يعني الاوت اساسا طالع من نص ملعبهم هم، اتلعب الاوت من نص ملعبنا احنا، طلعت كورنر، والكورنر واحد متداخل، الفار نايم، الفار في غيبوبه،
لكن الحمد لله انك انت علمتهم انك انت لازم تحفظ مركزك وتعرف مكانك فين. انت احلامك دي خاصة بيك، انت تحلم زي ما انت عايز، لكن انا اللي بحقق الاحلام، انا اللي بخلي الاحلام دي حقيقة. الاهلي بص، انا عملك الاسود، انا مش انت اتعاملت خصيصا يعني كيد في النادي الاهلي، لا، ربنا سبحانه وتعالى خلاني انا بقى عملك الاسود. ما هو سبحان الله، يعني انت ممكن ربنا يجند لك جنود من اعدائك، من الد اعدائك، يبقى عدوك ده عايز يأذيك، يبقى الاذيه دي تيجي في مصلحتك انت. هو مش فاهم حاجه، ده شغل القدير الحكيم، شغل ربنا، شغل ربنا. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يعني انت مهما تعمل اللي ربنا كاتبه هيكون. يعني انت النهارده يا عم الشيبي عايز تنزل بقى ايه بعد التسليم وبتاع، عشان تنزل بقى ايه ما تسلمش على حد وبتاع وتطلع بقى تكسر الدنيا، يروح ربنا عميك ومخليك مركز في الغباوه بس، في الفاولات بس. الغل اللي جواك كلك انت. ليه؟ احنا قلنا النار اللي ما تلاقيش حاجه تاكلها بتاكل نفسها. ايه الوضع دلوقتي؟ احنا اتكلمنا ان المباراتين دول اللي هياخد منهم 4 نقاط يبقى هو خلاص ان شاء الله خد الدوري. الكلام ده كان قبل المباراه، الكلام ده كان، احنا طماعين بقى، الكلام ده كان قبل المباراه. دلوقتي احنا خدنا الاولى، الثانيه ان شاء الله لازم تتاخد، الثانيه برضو لازم. بصوا الناس دي لو سبت لها مساحه انها تتنفس هتتنطط، لازم تديها على وشها، لازم تعمل لها عقده نفسيه زي ما انت عامل عقده نفسيه زي ما ميدو بيقول. وبيعالجوا الزملكاويه بيعالجوا اللعيبه عشان انهم يعرفوا يلعبوا قدام الاهلاويه. لازم تعمل نفس العقده دي اللي انت عاملها للفرق الافريقيه كلها اللي بتعمل لك 100,000 حساب، لازم تعمل نفس العقده دي لبيراميدز. لازم انك تخليهم ينزلوا مهزومين قبل ما تهزمهم، يبقى هم نفسيا مهزومين. فاحنا الاول اتكلمنا على 4 نقاط، دلوقتي احنا بنتكلم على 6 نقاط. هم كانوا عشمانين بقى انك انت قدامك لسه 10 نقاط، وهوب النهارده يفوزوا يبقى فرقوا عنك بنقطتين، وانت ممكن تتكعبل في 10. هم بقى مرتاحين عنك ب4 مباريات، ومش هيلعبوا الا لما انت تخلص اللي عليك بعد كده. يعني انت هتلاعب تقريبا فيوتشر، وبعدين هتلاعبهم تاني بعد 10 ايام ان شاء الله. يبقى احنا عايزين ال3 نقاط التانية، عشان دول لازم يخرسوا خالص. لازم نخليهم يا جماعه يلموا هدومهم ويعزلوا من البلد دي. النادي ده مش مصري، نادي مش مصري. يلم عزاله كده ويتكل على الله احسن له، لا اما نوريه سواد على طول، سواد على طول. اوعى تنسى اخوك في اللايك، وصباحك فل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.